فيلمنا اليوم ببلش بمملكة أرض العزة، وبهاي المملكة بنشوف الملك العادل سيمبا وهو طالع يحكي مع الحيوانات، وبيحكي لهم إنه مبسوط كتير لأنه أجا الوقت اللي عيلته رح تكبر فيه، وبحكي لهم إنه مرته نالا حامل ورح تخلف شبل. وبنفس الوقت بنشوف نالا وهي مستنية سيمبا بمكان بعيد، وبيرجع المشهد لسيمبا وهو واقف على صخرة أرض العزة وبحكي إنه فرحان لأنه كل حيوانات الغابة عايشين مع بعض بسلام، وإنه هذا هو الهدف اللي كان أبوه مفاسا دايما بيحاول يحققه. بعدها سيمبا بيقابل أصحابه تيمون وبومبا وبيطلب منهم يهتموا ببنته كيارا لحد ما يروح لنالا ويرجعوا مع بعض على المملكة، وبيطلب منهم كمان إنهم ما يخوفوا كيارا وما يحكوا لها أي قصة من القصص الخرافية تبعتهم. بس تيمون وبومبا بيرفضوا طلبه لأنهم ما بيحبوا يقعدوا مع الأطفال. وقتها سيمبا بيحكي لهم إنهم أكثر اتنين بيثق فيهم. بعدها سيمبا بيقابل بنته كيارا اللي مبين عليها إنها خايفة كتير من العاصفة اللي بتقرب منهم، وبتطلب من أبوها سيمبا إنها تيجي معه، بس سيمبا بيطمنها وبيحكي لها إنه مش راح يتأخر وبيتركها وبيمشي. بنفس الوقت تيمون وبومبا بيضلوا يحكوا قصص لكيارا، بيحكوا لها إنهم هم اللي خلصوا على الأسد سكار، فكيارا بتحكي لهم إنهم كذابين لأنه أبوها سيمبا حكى لها من قبل إنه هو اللي هزمه زمان. فجأة البرق بيلمع بالسما وكيارا بتخاف كتير، وتيمون وبومبا بيحاولوا يهدوها وبيحكوا لها إنها ما تخافش لأنه الخوف إشي طبيعي كل الكائنات بتحس فيه. لما كيارا بتشوف القرد رفيقي بتروح لعنده وبتقرب منه، وقتها رفيقي بيطمنها وبيحكي لها إنه بده إياها تكون قوية زي باقي أفراد عيلتها. بيعرف رفيقي إنه سيمبا ونالا رح يرجعوا بعد شوي، فكيارا بتحكي له إنها مستحيل تكون شجاعة زي أبوها. فالقرد رفيقي بيحكي لها إنه بده يحكي لها قصة قديمة عن مفاسا، بتبلش ذكرياته ترجع للماضي أيام ما كان مفاسا لسه شبل صغير، وبيحكي لها إنه كان عايش مع والده ووالدته. بهالوقت أهل مفاسا كانوا بيحكوا له إنه بعد الجبال في مكان اسمه أرض العزة، وبيطلب والد مفاسا من ابنه إنه يغمض عيونه ويتخيل الأرض هاي وهي مليانة بالأشجار والورود. فبيتحمس مفاسا وبيغمض عينه وبيشعر إنه الأرض خصبة وكلها أشجار، كمان كل الحيوانات اللي فيها عايشة مع بعض بسلام. وقتها بنعرف إنه مفاسا وأهله متجهين ناحية أرض العزة. بعد ما يخلص مفاسا من تخيلاته بيرفع عيونه للسماء وفجأة الدنيا بتبلش تمطر، كل الحيوانات بتفرح وبتنزل للوادي، وكمان مفاسا بيفرح وبينزل يلعب مع الحيوانات بالمية. بس هالوقت الحلو بيتحول للعكس تماما لأنه مية المطر بتكون شديدة كثير وبتسبب فيه فيضان كبير بالوادي، وبسبب اللي صار كل الحيوانات بتخاف وبتصير تركض بسرعة. ساعتها والد مفاسا بينزل في المية علشان ينقذ ابنه وبيعافر عشان يقدر يصمد قدام تيار المية القوي، وبالنهاية بيقدر إنه يمسكه وبيطلعه على صخرة وبيأمره يروح بسرعة لأمه. بالرغم من إنه مفاسا كان خايف ومتردد يوقع بين الصخور، إلا إنه بشد حاله وبياخد القرار ينط. بس فجأة بيطلع فيل كبير وبيخبط بالصخور واللي بتطير مفاسا وبتوقعه بالوادي. وقتها سيل المية باخده بيسحبه بعيد، وبعد شوية مفاسا بيلاقي غصن شجرة وبيطلع عليها، وهذا عشان ينقذ حاله قبل ما يغرق بالوادي. لما مفاسا بيطلع حواليه ما بيكون عارف وين هو وبيضل ينادي على أبوه وأمه بس ما بيلاقيهم. بيضلوا سيل المية يسحبه لمكان أبعد وأبعد، وبعد شوية بنشوفه هو خايف وحزين كتير. فجأة بظهر له شبل صغير اسمه تاكا وبيحكي لمفاسا إنه ما بصير يحكي مع حيوانات غريبة، بس هو أجا علشان يحذره إنه في حيوانات مفترسة بتقرب عليه علشان ياكلوه. وقتها مفاسا بينتبه للتماسيح اللي بتقرب منه، بيتحرك بكل قوته باتجاه البر قبل ما يوصلوا له. بهاللحظة تاكا بيساعده وبيمسك بمخالبه بيحاول يسحبه. بنفس الوقت بتظهر تاكا واسمها إيشة وبتزقر على وجه التماسيح واللي بيخافوا منها وبيهربوا بسرعة. ساعتها تاكا بيقدر ينقذ مفاسا وبيسحبه من المية، ووقتها إيشة بتزعق لابنها لأنه تركها وبعد عنها. فتاكا بيحكي لها إنه شاف مفاسا بالمية وكان بس بده ينقذه. بيكون تاكا مصر ياخد مفاسا معه، بس إيشة بترفض وبتتذكر كلام زوجها الملك اللي اسمه أوباسي واللي دايما كان يحذرهم من الحكي مع الحيوانات الضالة. فبيرد عليها مفاسا وبيحكي لها إنه مش ضال وإنه بس تايه عن أهله، وبيشرح لها إنه صار في فيضان بمملكته وأهله حاولوا ينقذوه بس ما قدروا، وإنه تيار المية هو اللي سحبه لحد ما وصلوا لهون. فبتعطف إيشة على مفاسا وبتوافق إنه يجي معاهم، وبعد شوية بيوصلوا كلهم لقطيع الأسود، وهناك بيقابلوا الملك أوباسي والد تاكا وبيكون متضايق من وجود شبل غريب معهم، وبيحكي لتاكا إنه كان محذره من قبل من التعامل مع الحيوانات الغريبة، وبيحكي له إنه سمع قصص كثير عن حيوانات بتخلص على أي حدا بطريقها. فبتتدخل إيشا وبتحكي لأوباسي إنه مفاسا شبل صغير وإنه أكيد مش رح يأذي أي حدا،
ساعتها مفاسا بيقرب من أوباسي وبيعرف عن حاله. بيحكي لأوباسي إنه اسمه مفاسا واللي معناه الملك. بيفهم من هالإشي إنه فيه طموح. بيحكي له إنه ما في ملك هون غيره وبيهدده يتخلص منه. بس مفاسا بيتشجع وبيحكي لأوباسي إنه مش رح يقدر يمسكه لأنه أهله علموه كيف يركض بسرعة كبيرة. فبيعصب أوباسي وبيأمر ابنه تاكا إنه يتسابق مع مفاسا لحد الشجرة ويرجع. وساعتها إيشاي بتتدخل وبتحكي لأوباسي إنه إذا مفاسا كسب لازم يضل عايش معاهم. فبيوافق أوباسي على كلامها. من الجهة الثانية مفاسا بينطلق بأقصى سرعته وبيحاول يلحق تاكا وفعلا بيقدر يقرب منه، لكن للأسف بيوقع بالمية. بيتذكر اللحظة اللي كان فيها عم يغرق قبل، فبيشد حاله بيجمع قوته وثقته بنفسه وبيكمل السباق. وبيوصل للشجرة قبل تاكا وبينط منها علشان يرجع، بس بيوقع مرة ثانية بالمية. وقتها تاكا بيساعده بيطلعه لأنه بيعرف إنه مفاسا ما بيعرف يعوم. وبهاللحظة تاكا بيحكي لمفاسا إنه دايما كان يتمنى يكون عنده أخ، فبينصدم مفاسا من كلامه. لحسن الحظ بيفوز مفاسا بالسباق، وبسبب اللي صار أوباسي بيكون معصب كثير وبيؤمر إيشاي إنها تربي مفاسا مع إناث الأسود. فبتفرح إيشاي بهالقرار. كمان تاكا بيكون فرحان كثير لأنه مفاسا رح يضل معهم وبيكبروا سوا يوم بعد يوم. في يوم من الأيام مفاسا وتاكا قرروا يعملوا مقلب ويخوفوا الأسود وهم نايمين. وفعلا بيصحى واحد من الحراس وبيشتكي لأوباسي. فبيعصب أوباسي وبيصرخ لمفاسا وبيحكي له إنه مش ابنه وإنه هو وتاكا عمرهم ما رح يكونوا أخوة. مفاسا بيزعل كثير من كلام أوباسي وبيمشي لحاله بيتركهم. أما تاكا بيروح لعند أبوه وبيحكي له إنه بيحب مفاسا وبده يضل عايش معهم على طول. لكن أوباسي بيحكي له إنه يوم من الأيام مفاسا رح يخونه ولازم يكون حذر بالتعامل معه. بس تاكا ما بيصدق كلامه وبيطنش. بيروح بعدها لعند إيشاي وبنشوفها عم بتدرب مفاسا وبتطلب منه يغمض عيونه يحكي لها شو سامع وحاسس. بيحكي لها إنه حاسس إنه في قطيع من الغزلان متجهين ناحية البحيرة، وعرف إنهم غزلان من حركتهم البطيئة. بتندهش إيشاي من مهارات مفاسا وبتحكي له إن القدرات اللي عنده مش موجودة عند أي حيوان ثاني. بهالوقت مفاسا بيتذكر أهله وبيحكي لإيشاي إنه مشتاق لهم كثير. بترد عليه إيشاي وبتحكي له إنه أكيد والده ووالدته لسه عايشين ولازم يحاولوا يدوروا عليهم من جديد. بس مفاسا بيرد عليها بيأس وبيحكي لها إنه ما عنده أمل يلاقيهم. وبالرغم من هيك أوباسي لسه متضايق من وجود مفاسا معهم. بتحس إيشاي إنه لازم تحميه وبتعتبره زي ابنها، وبتفكر إنه لو أوباسي عرف بالمهارات اللي عنده رح يدرك إنه مفاسا هو اللي لازم يكون الملك بعده. بس مفاسا بيحكي لها بصراحة إنه مستحيل يوافق يكون ملك وإنه ما بده هالإشي لأنه ما بيحب المسؤوليات. بهالوقت بنشوف تاكا واقف بعيد بيراقب أمه وهي بتدرب مفاسا على صيد الغزلان. ومن جهة ثانية بيظهروا أسدين لونهم أبيض كانوا متخبيين بين الأشجار وبيبدأوا يقربوا بهدوء من مفاسا وإيشاي. لما الغزلان بتحس فيهم بتطلع تركض بسرعة وفجأة بينقضوا الأسود البيضاء على مفاسا وإيشاي. ووقتها إيشاي بتشوف ابنها تاكا وهو خايف وبيركض بعيد، عكس مفاسا اللي بين عليه إنه شجاع جدا وبيواجه الهجوم بكل جراءة. مفاسا بيستبك مع الأسود بكل قوة وشجاعة وبعد معركة طويلة بيقدر يخلص على واحد منهم. أما الأسد الثاني بيخاف وبيهرب بسرعة. وساعتها إيشاي بتشكر مفاسا على اللي عمله وبترجع لعند أوباسي وبتحكي له عن كل اللي صار. وبتحكي له إنه لو ما تدخل مفاسا كان زمان الأسود البيضاء انقضت عليها. وساعتها مفاسا بيقرب من أوباسي وبيحكي له إنهم لازم يكونوا مستعدين لأنه حاسس إنه الأسد الأبيض اللي هرب رجع لمملكته وإنه فيه هجوم جاي قريب. بس كالعادة أوباسي ما بيهتم بكلام مفاسا وبيسخر منه. مفاسا بيقترح على أوباسي إنه يبعث أسد من عندهم يتجسس على مملكة الأسود البيضاء علشان يتأكد من الكلام. وفعلا أوباسي بيقتنع وبيبعث أسد اسمه شيغارو علشان يراقب الوضع. وبننتقل لمملكة الأسود البيضاء وهناك بنشوف الأسد اللي هرب من معركة مفاسا وهو راجع لحاله للملك كيروس. كيروس بيعرف اللي صار وبيعصب أكتر لما الأسد بيحكي له إنه اللي هاجمهم كان أسد قوي جدا وخلص على ابنه بكل شراسة. كيروس بينفعل من موت ابنه وبيتهم الأسد الهارب إنه هو السبب في موته لأنه صابه وركض. فبيرد الأسد وبيحكي له إنه تصاب في المعركة وما كان في أي أمل في إنهم ينتصروا. بس كيروس بيعصب أكتر وبيأمر باقي الأسود البيضاء إنها تخلص عليه. وفعلا بيتجمعوا عليه وبيفترسوه قدام الجميع. وفي اللحظة هاي شيغارو اللي كان بيراقب من بعيد شاف كل اللي صار وبيرجع بسرعة لأوباسي وبيحكي له اللي شافه. ساعتها أوباسي بيخاف من اللي سمعه وبيقرر إنه لازم يحمي سلالته بأي ثمن. فبيأمر تاكا إنه يهرب ويبدأ حياة جديدة وبيطلب من مفاسا إنه كمان يهرب معاه علشان يحميه.
مفاسا بيروح يحكي مع إيشاه وبيحكي لها إنه مش حابب يسيبها، لكن بتطمنه وبتحكي له إنه بعد الوادي في أرض اسمها أرض العزة، والمكان اللي والده ووالدته حكوا له عنه زمان، وبتحكي له إنه كل الحيوانات هناك بتعيش بأمان وسلام ولازم يروح يدور عليهم هناك. لكن مفاسا بيحكي لها إنه مش حابب يتركها ويمشي، فبتحضنه إيشاه وبتحكي له إنه بتحبه كتير وإنها دايما كانت بتشوفه زي ابنها، وعلشان بتحبه لازم يهرب هو وتاكا لحد ما يلاقوا مكان آمن. وبهالوقت بيجي تاكا وبيكون حزين لأنه هرب من معركة الأسود البيضاء، وبتحكي له والدته إنها مش زعلانة منه. بعدها مفاسا وتاكا بيتحركوا متجهين لأرض العزة. على الجهة الثانية بتوصل الأسود البيضاء لمكان أوباسي وإيشاه اللي قرروا يضلوا في أراضيهم ويدافعوا عنها للآخر. وبهاللحظة أوباسي بيحاول يوقف قدام كيروس، بيحذره من أنه يخترق القوانين القديمة بين ممالك الأسود، لكن كيروس بيرد عليه بسخرية وبيحكي له ينسى القوانين لأنه هو الملك القادم لوادي الملوك. الخوف ببلش يبين على وجه أوباسي، وكل قطيع الأسود بيبدأوا يتراجعوا وما بيقدروا يعملوا أي إشي قدام قوة الأسود البيضاء اللي كانت أضخم منهم وأكثر منهم. من جهة ثانية تاكا بيحس بالذنب وبيكون واقف مكانه وبيفكر يرجع، لكن مفاسا بيشجعه وبقنعه إنه لازم يكملوا طريقهم ويهربوا بأسرع ما يمكن. بسبب إنهم أبطأوا شوي بتوصل الأسود البيضاء إلهم وبتحاصرهم عند البحيرة. وقتها بيبان على مفاسا الخوف من المية لأنه لسه متأثر من اللي صار له من قبل. بيحكي لتاكا إنه يمكن يموتوا غرقانين أحسن ما يتعذبوا على إيد الأسود البيضاء، وفجأة بيجرب قطيع الأسود البيضاء منهم. مفاسا وتاكا بكونوا خايفين كثير وبصير يركضوا بكل سرعتهم، بس لسوء حظهم وبيوصل لنهاية الطريق وبيكون التل كثير عالي. مفاسا بيطلع حواليه وبيحس إنه ما في مفر، لكن فجأة تاكا بيشده وبيوقعوا هم الاثنين من فوق التل. بينزلوا في المي بقوة وبيمسكوا في جذع شجرة وبيضحكوا فرحانين إنهم هربوا في اللحظة الأخيرة. بس فرحتهم ما بتكمل، فجأة أسد من الأسود البيضاء بينط وراهم في المية وبيبدأ يقرب منهم. مفاسا وتاكا بيشوفوه وبيخافوا كثير وبيحاولوا يتسلقوا على الجذع علشان يبعدوا عنه، بس الجذع بينكسر بسبب وزنهم وبيسحبوا من التيار الجوي بعيد بسرعة. ولحسن الحظ الأسد الأبيض ما بيقدر يوصل لإلهم فبيضطر يرجع. وبمكان تاني منشوف مفاسا وتاكا وهم ماشيين مع بعض وبيكملوا طريقهم عشان يوصلوا لأرض العزة. أثناء ما هم في الطريق حسوا بوجود حدا حواليهم. ساعتها مفاسا عرف من ريحتها إنها أنثى، فبطلب منها تكشف عن حالها، وفعلا ظهرت أنثى غريبة وحكت لهم إنها كانت ماشية وراهم طول الليل لأنهم كانوا الوحيدين من الأسود اللي شافتهم بعد ما هاجمت الأسود البيضاء قطيعها واحتلت أرضها. وقتها تاكا عرفها عن حاله وطلب منها إنها تيجي معاهم عشان ما تضل لحالها. فجأة بيظهر طائر اسمه زازو وبيحكي لهم إنها مش لحالها. ساعتها أنثى الأسد بتعرفهم بحالها وبتحكي لهم إنها اسمها سورابي. بيعرفها مفاسا إنهم رايحين لأرض العزة. تحكي له سورابي إنه أرض العزة هاي أسطورة وإنه ملهاش وجود من الأساس. وفجأة كلهم بيسمعوا صوت عالي جاي من مكان جنبهم، فبينطلق مفاسا واللي معاه علشان يعرفوا مصدر الصوت. وعند شجرة معينة منشوف القرد رفيقي وهو صغير، وبنعرف إنه عشيرة القرود رافضين وجوده بينهم بسبب أحلامه الخيالية وتصرفاته اللي مش منطقية. وبيكون القرد رفيقي متضايق كثير من هذا الإشي وبيقرر يمشي عشان يدور على أهله، وبينزل من على الشجرة وبيظهر إنه الأسود الثلاثة كانوا بدهم يأكلوه. لكن رفيقي ما بيكون خايف منهم وبيحكي لهم إنهم لو أكلوه مش رح يعرفوا مكان أرض العزة. فبيتفاجئوا الأسود وبيقرروا يسيبوه عايش عشان يوصلهم لهناك. رفيقي بيحكي لمفاسا إنه شافوا في حلم قبل هيك، وكان حلمه إنهم هم الاثنين موجودين مع بعض في أرض العزة. وبيحكي له القرد رفيقي إنه أخوه مستنيه هناك. وفي تاني يوم الصبح بيكملوا كلهم طريقهم، وفي الطريق رفيقي بيعرف مفاسا إنه في طريقين ممكن يمشوا منهم. ساعتها مفاسا بيتذكر كلام إيشاه لما كانت بتحكي له إنه لازم يمشي ورا شعاع الشمس ويعدي من الوادي العميق. وبيتذكر مفاسا إنه لازم يعدوا من تحت الوادي، لكن سورابي مش مقتنعة بكلامه وبتحكي له إنها مش لازم تمشي ورا خيالاته. فبيحكي لها مفاسا إنهم لو مشوا ورا الجبل حيسيبوا أثر وراهم، وبيحكي لهم إنه الأسود البيضاء لسه بتطاردهم وإنه حاسس إنها بتقرب عليهم. بيطلب مفاسا من سورابي إنها تغمض عينها وتحاول تركز وتحكي له هي شو شايفة بالضبط. فعلا سورابي بتعمل هيك وبتشوف الأسود البيضاء وهي بتدور عليهم، وساعتها بتقتنع بكلام مفاسا. ومن ناحية تانية منشوف الأسود البيضاء وهي بتحاول تلاقي مفاسا واللي معاه من ريحتهم، وبيعرفوا إنه في أنثى أسد وقرد انضموا إلهم. وبنرجع تاني لتاكا اللي بيحكي لمفاسا إنه محتاج مساعدته لأنه معجب بسورابي وحابب يحكي معها.
فبيحكي له مفاسا إنه لازم يتعامل معاها على طبيعته، وإنه يحكي معاها عن جمال الزهور اللي كانت في الوادي تبعها، وأهم إشي إنه يسمعها منيح لما تيجي تحكي. فعلا تاكا بياخد بنصايح مفاسا وبيروح لسورابي وبيحكي لها إنه ريحتها شبه الزهور، فبتحب كلامه لأن الوادي تبعها كان فيه زهور كتير. أثناء ما مفاسا واللي معاه ماشيين في طريقهم بيشوفوا قصير من الفيلة، وفجأة بيشوفوا إنه الأسود البيضاء وصلت من الناحية التانية من الوادي. ساعتها مفاسا بيحكي للي معاه إنهم لازم يخلوا الفيلة تساعدهم بأي طريقة، فبتيجي لراسه فكرة وبتذكر إنه ينفذها. وفي نفس الوقت الأسود البيضاء بتتحرك وبتقرب منهم، ومن ناحية تانية سورابي بتطلع على الشجرة عالية وبتوقع خريطة النحل على الأرض، فبتخاف الفيلة من النحل لما بتشم ريحة العسل وبتطلع تركض بسرعة. أما مفاسا بيطلع على الشجرة علشان ينقذ حاله، ووقتها سورابي بتقع من على الشجرة وبتتخبط هي كمان من قطيع الفيلة وبتفقد الوعي، فبينزل مفاسا بسرعة علشان ينقذها ويسحبها لمكان آمن. أما تاكا بيكون خايف كثير ومتخبي، والحظ إنه الفيلة بتحميهم والأسود البيضاء بتقرر إنها تهرب. ولما بتصحى سورابي بيحكي لها القرد رفيقي اللي صار، فبتروح بتسأل مفاسا مين اللي أنقذ حياتها، فبيحكي لها مفاسا إنه تاكا هو اللي أنقذ حياتها علشان تاكا يكبر في عيون سورابي وتعجب فيه هي كمان. فبتروح سورابي تشكر تاكا على إنقاذها وبيكملوا كلهم طريقهم، ونرجع تاني لحد ما يوصلوا لمنطقة فيها جبال من الجليد، وهناك مفاسا بيطلب من زازو إنه يستخدم جناحاته ويمسح آثارهم علشان الأسود البيضاء ما تعرف تتبعهم. ومن ناحية ثانية الأسود البيضاء مش عارفة كيف تمشي، ولما زازو بيشوفهم من فوق وهم مشتتين بيروح يبلغ مفاسا بالخبر. وبهالوقت بتيجي سورابي وبتشكر مفاسا لأنه هو صاحب الفكرة. ومن ناحية تانية تاكا كان مراقبهم من بعيد، ولما شافهم هم بيحكوا مع بعض حس بالغيرة. بالليل سورابي بتروح بتحكي مع مفاسا وبتحكي له إنه أسد قوي وإنه مهاراته مميزة كثير، وإنها عارفة إنه هو اللي أنقذها من فرار قطيع الفيلة، وإنه كمان هو اللي شم ريحة الزهور اللي فيها، الدليل إنه قدر يشم ريحة الأسود البيضاء من بعيد. فبيحاول مفاسا يتهرب منها ويحكي لها إنه تاكا هو اللي أنقذها، لكن سورابي ما بتصدق كلامه وبتحكي له إنه قدره هو إنه يكون الملك لأنه بيمتلك كل صفات الملوك. ومن بعيد منشوف إنه تاكا كان مراقبهم وسامع كلامهم مع بعض، وبيبين على مفاسا وسورابي إنهم معجبين ببعض. ومن جهة ثانية تاكا كان معصب كتير بعد ما شاف وسمع كل اللي صار، خصوصاً إنه مفاسا كان عارف إنه معجب بسورابي، وبرغم هيك قرب منها وصار يحبها. تاكا ما كان عارف شو يعمل ولا كيف يتصرف، وساعتها بلش بحقد كبير على مفاسا وحكى إنه لازم ينتقم منه. وفجأة تاكا بيوقع لأنه كان واقف على حافة الجبل وما انتبه، ولما صحصح بشوف الأسود البيضاء من بعيد وبروح لعندهم لحاله. وهناك الأسود البيضاء تفاجأت إنه تاكا جاي لعندهم وزاد اهتمامهم لما حكى لهم إنه بده يساعدهم علشان يتخلصوا من مفاسا، لأنه هو اللي خلص على ابنه وحرمه من عيلته وإنه يكون ملك في وادي الملوك. واتفق معاهم إنه أول ما يوصلوا لأرض العزة رح يسلمهم مفاسا، لأنه القرد اللي معهم هو الوحيد اللي بيعرف الطريق. فسألوا كيروس ليش خان مفاسا، فرد تاكا وحكى له إنه مفاسا هو السبب بموت أبوه، ولو ما كان قتل ابنه ما كان صار كل هاد. كيروس اقتنع بكلامه ووافق يتحالف معه، وساعتها تاكا ركع لكيروس وقدم له ولاءه. وثاني يوم الصبح تاكا بوصل للكهف اللي مفاسا والباقيين كانوا نايمين فيه، ولما مفاسا بيسأله وين كنت، تاكا بيجاوبه إنه كان يحاول يصيد بس ما زبطت معه. بعدين رفيقي باخدهم كلهم بيكملوا الرحلة. بنكتشف وقتها إنه تاكا كان متعمد يترك أثر وراهم علشان الأسود البيضاء تقدر تتبعهم. وبعد ساعات من المشي والسفر بيوصلوا أخيراً لأرض العزة، أرض مليانة شجر ومي، وبيدخلوا يتمشوا فيها وهم مبهورين بجمالها. وبيفرح رفيقي كتير لما بيشوف الشجرة اللي شافها بأحلامه. ساعتها مفاسا بحكي له بس أخوك مش موجود عليها زي ما شفت في الحلم، فبيرد عليه رفيقي وبيحكي له مش لازم الأخ يكون أخ حقيقي، مرات الأخ بيكون أهل أو صديق، وأنا بالحقيقة كنت أقصدك أنت لأني شفتك بالحلم واقف جنبي. بنفس اللحظة بتيجي مجموعة زرافات بتحكي مع مفاسا، فبيحكوا لمفاسا إنهم خايفين يكون جايب معاه الخطر لأرض العزة، فبيفرجيهم الآثار وبيحاول يطمنهم. بس فجأة تظهر الأسود البيضاء وكل الحيوانات بتخاف وبتبلش تهرب. كيروس بيطلع على مفاسا وبيحكي له أنت ما رح تقدر تهرب منها هالمرة، والفضل كله لأخوك تاكا.
فبينصدم مفاسا وبيفهم إنه تاكا هو اللي دلهم على مكانهم. وقتها تاكا بيتدخل وبيحكي لمفاسا: أنت السبب بموت أهلي، حتى سورابي اختارتك أنت مع إني أنا اللي حبيتها. إيروس بيقاطعهم وبيحكي لمفاسا: كل هاي الأرض رح تصير إلنا وأنا رح أحكمها لحد ما تصير خراب. وبيبلش يهجم على مفاسا اللي بيحاول يهرب منه. وبنفس الوقت سورابي بتروح على مجموعة من إناث الأسود وبتطلب منهم المساعدة. وفعلا إناث الأسود بيوافقوا بيركضوا عشان يواجهوا الأسود البيضاء. ومن جهة ثانية مفاسا بيقدر يوقع كيروس من على التل وبيحكي لباقي الحيوانات إنهم لازم يتحدوا معه عشان يقدروا يهزموا الأسود البيضاء ويدافعوا عن أرضهم. الحيوانات بتحكي له إنهم مش قدهم وإنه إذا الأسود مش قادرين عليهم هم كمان أكيد مش رح يقدروا. بس مفاسا ببلش يحكي معهم وبيحكي لهم: أنا مش أكبر من الفيل ولا أقوى من الثور ولا أسرع من الفهد ولا أطول من الزرافة، بس كل واحد فيكم عنده قوة بتميزه وكل حيوان مهم. وبيبلش يشجع فيهم. وفعلا الحيوانات بتقتنع بكلامه وبيتحركوا عشان يواجهوا الأسود البيضاء. وفجأة بيطلعوا 3 أسود بيضاء وبيهجموا على مفاسا وبيقدروا يوقعوه من فوق التل بالمية. لما بيصحى بيلاقي كيروس قرب عليه وبتبدأ معركة قوية بينهم. تاكا بيكون واقف بعيد وبتفرج وبيبين إنه كيروس أقوى من مفاسا. بلحظة تاكا بحس بالندم وبتجيله ذكريات عن الأيام اللي قضاها مع مفاسا، فبيقرر إنه يتدخل وبياخذ الضرب بدل مفاسا وبينجرح وجهه وبيبين عليه جرح عميق عند عينه. مفاسا بعدها بيهجم على كيروس بكل قوته وبتبدأ المواجهة الأخيرة. بالمقابل المعركة شغالة بين الأسود البيضاء وحيوانات أرض العزة، وفجأة بصير هز أرضي وبتنهار الأرض وبتقع صخرة كبيرة بتنزل مفاسا وكيروس بالمية. كيروس بيحاول يخلص على مفاسا بس مفاسا بيقاوم. فجأة بتنزل صخرة تانية ومفاسا بيستخدم قوته وبشد كيروس تحت الصخرة وبتوقع عليه وبيتخلص منه. بعدها مفاسا وتاكا بيطلعوا من المية وسورابي بتركض على مفاسا بتطمن عليه، بس تاكا بيكون زعلان وبيبعد عنهم وبيمشي لحاله. الحيوانات بتلف حوالين مفاسا من الفرح والحيوانات بتنحني وبيعلن إنه هو ملك أرض العزة. رفيقي بيجي وبيحكي لمفاسا: هسا صرت الملك. وفجأة بتظهر أنثى أسد غريبة وبيكتشف مفاسا إنها أمه ولساها عايشة. بيفرح بيحضنها وهي كمان مش مصدقة إنه ابنها عايش، بس لما يسألها عن أبوه بتحكي له إنه توفى وقت الفيضان. تاكا بيجي بيعتذر من مفاسا وزازو بيقترح يطردوه، بس مفاسا بيرفض وبيحكي: مهما صار هو أخوي وأبوي وأمي وصوني عليه. يقرر مفاسا يسميه سكار واللي معناها الندبة عشان يتذكر دايما شو عمل. سكار بيمشي زعلان وبيروح يقعد بكهفه ومفاسا بيصير ملك أرض العزة وبيتجوز سورابي وبيروح يوقف على صخرة أرض العزة وبزقر بصوت عالي. وبنرجع لوقتنا الحالي وبنشوف كيارا واقفة على صخرة العزة وبتزقر، وبيوصل أبوها سيمبا وإمها نالا ومعاهم شبل صغير. وكيارا بتكون فرحانة كتير وبتلعب مع أخوها وبتحكي له: أنا دايما كنت أتمنى يكون إلي أخ، وهسا رح أحكي لك قصة ملك عظيم اسمه مفاسا. وبس والله. ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة، ومنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.